اللي بتقول انا هعمل مشروع علشان اكون براحتي، اروح الشغل براحتي وارجع براحتي واجز براحتي. انا عايزة اقولك ان لو دي فكرتك عن المشروع وان مشروعك يكبر وينجح ما تبدأيش احسن. انا عندي في الشغل انا ببدأ اول واحدة في الشغل وبخلص اخر واحدة. وكمان لما بنروح البنات اللي معايا بيروحوا كل واحدة فيهم ممكن تنام تقعد براحتها تشوف حياتها تعمل حاجة بتتبسط. انتي لا، علشان انتي بتشوفي ايه وراكي بكرة، بتجهزي للشغل اللي بكرة، بتحاولي تحضري الشغل، بتشوفي عندك حسابات ايه، عندك رواتب ايه، عندك العجز اللي عندك، المشاكل اللي عندك في الشغل. لازم يكون عندك استعداد لمواجهة كل الصعاب دي في الأول على الأقل، لحد ما مشروعك يقف على رجله وتبدأي ان انتي تجيبي ناس تقدري تعتمدي عليهم. استعيني بالله وابدأي وبس. تشيلي من دماغك فكرة ان المشروع بتعملي مشروع علشان تكوني براحتك. لا، لو عايزة تكوني براحتك بجد اشتغلي عند حد علشان لما تروحي انتي مش ملزمة بأي حاجة في الشغل. لكن مشروعك الخاص محتاجك كل دقيقة وكل ثانية تكوني متابعة. استعيني بالله وابدأي وان شاء الله ربنا يوفقك.